يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على احلى ناس واحلى اخوات واحلى متابعين. قبل اي حاجه هنصلي ونسلم على خير خلق الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الكيكه؟ كيكه الاحلام، هي فعلا اسم على مسمى. بجد الطعم حكاية، الطعم خطير خطير خطير. التكاليف بتاعتها بسيطة جدا. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. احنا معانا الراعي الرسمي النهاردة كوباية مية دافية بمعلقة قهوة سريعة الذوبان. دي اختياري، ما تخافيش لو انت حطيتيها ما تقوليش هتسهرني والكلام ده. لو انت عايزة تستعملي كوباية المية الدافية بس اوكي، لكن القهوة بتدي تستعالي في الطعم. كده معانا كوباية ونص دقيق، وكوباية سكر، تمام كده، ونص كوباية كاكاو. ومعانا كمان احنا هناخد 3/4 كوباية زيت، هاخد نصها واسيب حبة صغيرين. وطبعا دي معلقة بيكنج صودا، مش بيكنج باودر، دي بيكنج صودا، علشان الكيكة بتاعتنا النهاردة من غير بيض ومن غير لبن. كيكة بسيطة جدا، تكاليفها بسيطة جدا. انا كده نزلت بكوباية المية اللي هي فيها متدوبة فيها القهوة، وحطيت ذرة ملح وحطيت فانيليا. كده هقلبها معانا. هي طلعت تخينة شوية، هكمل هنزل بالزيت بتاعي. طبعا الدقيق بيختلف من مكان لمكان. انا طبعا هقلب، لو انا لقيتها بردك سميكة هنزل بيها بشوية مية دافية. طبعا الفيديو ده تحت رعاية سفيرة السعادة. هي بتشجعنا نعمل مشاريع في البيت، تمام كده. طبعا انا هعملها في الصينيه دي. انا دهنت الصينيه سمنه وحطيت عليها كاكاو. انا مرضتش احط عليها دقيق علشان الدقيق هيدي لون ابيض في الكيكه من تحت، هيبقى مش مستحب. ممكن تحطي ورق زبده عادي، بس انا ملقتش عندي ورق زبده فانا حطيت كاكاو من الارض. طبعا انا هدخلها في الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 180، ولما تطلع الكيكه بتاعتي انا هختبرها بخله واشوف استوت ولا لا. هي طلعت اهيت، وقلبتها على الشبكه علشان تتهوى. طبعا اللون الغامق ده مش ما اتحرقتش، لا ده لون الكاكاو. انا قلبتها اهوت وهغطيها طبعا بستريتش راب، لاني انا مش هستعملها النهارده، تمام كده. انا هشتغل عليها بكره علشان تبقى طرت اعرف اتعامل معاها. النهارده هو تاني يوم. انا طبعا جبتها من التلاجة وحشت الاسترتش بتاعها وهبدأ اشتغل. هو انت ممكن السفيرة بتشجعنا ان احنا نعمل دي كمشاريع نشتغل بيها من البيت بتاعنا. فانت ممكن تعملي في قالب زي ده، او ممكن تعملي في علبة مثلا بتاعة خيط. ممكن علبة تشتريها بحيث ان انت لو انت اشتغلتي في الموضوع ده تخرجي العلبة بالكيكة كده. انا حطيت الكيكه في القالب بتاعي وسقيتها بكوبايه لبن. انت ممكن تسقيها بميه بسكر، بس اللبن انا طبعا حطاه من غير سكر. اللبن بيدي قيمه غذائيه اعلى. انا جبت هنا 3 كوبايات لبن معايا علشان اعمل البودنج بتاعي. حطيت دول 3 معالق دقيق. انتي حضرتك لو انتي اصلا الدقيق بيضايقك او انتي بتحسي بيه في البودنج، انتي ممكن تقسمي الكميه، مثلا نصها دقيق ونصها نشا. وبعدين انا نزلت بنص كوبايه سكر ونزلت بنص كوبايه كاكاو. انا هرفعهم على النار وهقلبهم. اول ما يدخلوا في طور الغليان اهوت خلاص. انا نزلت بزبده بس كانت سايحه شويه مني. انا نزلت بالزبده وهنزل بقطعتين الشوكولاته لتعزيز الطعم بتاعي. هي كده حلوه قوي وقوامها معقول جدا، تمام كده. انا هسيبها طبعا تهدى حاجه بسيطه قوي، هنزل بيها على الكيكه بتاعتي بعد ما سقيتها لبن. انا هنزل كده بالكيكه بتاعتي اهيت. يا رب تعجبك يا سفيره السعاده. شكرا جدا 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 ليكي وتشجيعاتك يا حضره السفيره. يا معرفش والله، انا يعني بتعجز كلمات الشكر ان انا اشكرك دايما واقفه جنبنا بتواجهينا المشاريع اللي احنا بنعملها.
هنا خلاص انا بسيح الشوكولاته. دي انسب طريقه تسييح الشوكولاته، ان انت تحطيها على حمام ميه دافيه، بس خدي بالك ان انت الميه ما توصلش جوه الشوكولاته. كده انا سيحت الشوكولاته بتاعتي خلاص اهوت، وبنزل على وش الكيكه، وهفردها طبعا بالراحة. طبعا انا مش عايزة طبقة شوكولاتة سميكة، لا انا عايزة طبقة ايه، حلوة يعني معقول. بس انا القالب اللي انا كنت جايبه اخدت منه قطعتين للبودنج، والباقي حطيته هنا، فهي طلعت طبقة مش سميكة قوي يعني. قدامكم اهي، يعني هي بقت طبقة تهدى، وانا هرش عليها اللي هو نسكافيه. نسكافيه دوت، انا مش هرش كاكاو علشان ما يبقاش الطعم بتاعها ايه، آه تقيل. نسكويك نسكويك، هو نسكافيه نسكويك اي حاجه مش مشكله. المهم ان انا رشيته عليها اهو، والله هو ضاف لها طبعا طعم جميل. هو فاتح شويه طبعا عن الكاكاو، بس انا لو كنت رشيت عليها كاكاو هيدي مراره شويه كده، فانا قلت اجيب النسكويك دوت وايه وارشه على وشها. بصراحه الطعم خطير فعلا، كيكه الاحلام. تسلم افكارك، تسلم مشاريعك اللي انتي اصلا بتساعدينا بيها وبتوجهينا بيها، ويا رب يا رب تكون الكيكه عجبتك، والف شكر شكر لوقوفك جنبنا، ولك التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.